طفلك مدمن على الشاشة؟ هنا 5 خطوات تخليه يقلل وقت الشاشة بدون صراخ أو مشاكل. المشكلة إن الشاشة بالنسبة له مش ملل، هي متعة وسيطرة وتنظيم مشاعره. الحل ما تحاوليش تقنعيه إنها وحشة، ده صراع خاسر. قولي أنا مش همنعك من الشاشة، بس لكن أنا هقرر إمتى الوقت اللي هتستعمله فيه والشكل اللي هتستعمله بيه، لأنك خرجتي من معركة الإقناع ودخلتي في إدارة واضحة. الغلطة نقول اقفل الشاشة انفجار. الحل انتقال تدريجي محسوب، مش كلام لطيف. مثال: الفيديو ده يخلص وبعده آخر واحد. لو اعترض مش هنتكلم، الاتفاق كان كده. تبات أهم من الشرح الطويل. نشاط عائلي مش حل، وممكن يرفض، طبيعي. البديل: ما تعرضيش نشاط، سيبي فراغ. الشاشة قفلت، مفيش اقتراحات، مفيش بدائل جاهزة. بعد شوية الطفل هيبدأ يسأل أعمل إيه؟ ساعتها بس تقوليله في كذا اختيار. فكرة إعلان قانون مش حرب، بس كمان مش تفاوض. قولي بهدوء: من دلوقتي الشاشة بتقف قبل النوم بساعة. لو قال ليه؟ علشان كده. الشرح الزايد باب جدال. تحدي وجواز ممكن ما يفرقش معاه. البديل: نتيجة فورية، مش عقاب ولا مكافأة. وقت الشاشة خلاص الشاشة تقفل، من غير صراخ، من غير جدال. أمثلة واضحة: الشاشة طولت، مفيش قصة قبل النوم. الشاشة زادت، مفيش لعب حر. الشاشة خلصت في وقتها، لسه في وقت نعمل حاجة حلوة. نتيجة طبيعية مرتبطة بالفعل. حدود واضحة، هدوء، ثبات. انتي مش محتاجة تقنعيه ولا تبتكري نشاطات ولا تشتغلي على مزاجه. انتي محتاجة حدود واضحة، ردود قصيرة، ثبات. لو حابة الجزء التاني إزاي يتعامل مع الصراخ والانهيار بعد قفل الشاشة، اكتبي 2.